يا ابويا سعدية، ادي اليوم اللي لما راح اجيب فيه شوية الطلبات، اما يخلص علي اليوم لا بلحق ادعك مواعين ولا بلحق اقضي مصلحة. لا كله كوم والزحمة كوم. اما خبراش انا الناس دي جايه لنا منين؟ هي مصر كفت ناسها لما هي تستقبل ناس كثيرة، الاسود والابيض والعيرتن. خبراش احنا ناقصنا. مالك بس يا سعدية؟ جاية مخنوقة ليه ومتضايقة؟ ايه اللي حصلك؟ وبعدين انت كنت في السوق، ما انت جايبة حاجات حلوة اهو. في ايه اللي حصل؟ احكي لي مالك. يا حبيبتي رحت السوق اجيب شوية خضار ولا اجيلك ايه؟ ناس سود وناس بيض، ما خبراش هم هيقول ايه، يتكلموا كلام غريب وما فهمش. مش عارفه هم دول من ايوه كانوا هيقولوا من السودان. من السودان الناس اللي جنبينا دول السود اللي جم ساعه مش عارفه كانوا هيقولوا الضرب والناس طردوهم وناس ضربوهم وناس خدوا بيوتهم. السودان دول يا ميرو اللي جنبينا. احنا ناقصنا يا اختي، ناقصنا. هو احنا كنا كفينا اكل وشرب احنا لما هنكفي على الناس غيرنا؟ عندنا بيوت. ما خبراش انا الناس دي جايه تعمل ايه عندنا؟ ما يشوفوا بلدهم ولا يشوفوا اي حته غير مصر. هو كل ما يحصل مصيبه ما عند حد تيجي في مصر مصر مصر. انا عارفه الزحمه دي هنكفي على قد ايه ولا على قد ايه يا ميرو. لا كلكم واحد ما عرفتش هو هيقول ايه، فضل يردني وفي الاخر الراجل البياع ما رضيش يبيع له حاجه وراح قاعد يضحك عليه وراح مشي. شكله غريب قوي. ولا انت رايك يا ميرو؟ هتشوفيهم انت دول، انا عارفه هتشوفيهم السودانيين دول السود وفي منهم ناس بيض كمان بس ما تفهم لهمش كلام. لا يا سعدية، مالكيش حق في اللي انت بتقوليه ده. اولا اللي انت بتقوليه ده يا سعدية ده اسمه تنمر. هم سود او بيض احنا مالنا؟ وبعدين دي خلقة ربنا. وبعدين يعني هو مين يحب ان يطرد من ارضه يا سعدية؟ يعني في حد هيبقى مبسوط هو مطرود من ارضه وبيته واملاكه وعيلته وسايب كل حياته وذكرياته عشان يقعد في ارض غريبة؟ تفتكر ان هم كده مبسوطين؟ اكيد لا يا سعدية. يعني هم اكيد مشتاقين يرجعوا لكنيستهم وبيتهم ومدارسهم واصحابهم وقرايبهم واهلهم وفلوسهم اللي سايبينها وبيوتهم وذكرياتهم. فمش هنبقى احنا والزمن عليهم، ده بدل ما نصلي لهم لسعدية. وبعدين ما تنسيش ان مصر والسودان كانوا غالبا بلد واحدة وكان بيملكها زمان ملك واحد. يعني احنا اخوات يا سعدية، ان ما كناش نشيلهم مين هيشيلهم؟ ما ينفعش يا سعدية ان احنا نتريق عليهم. وبعدين انا عايزة اقول لك حاجة كمان، انت تعرفي ان اجمل واطيب ناس هم الناس السودانيين؟ طب صدقيني انا عن نفسي اتعاملت مع ناس قمة في الروعة. بصي حاجة كده تحسهم زي الملايكة. ما تاخديش ناس بتشكل ولا تحس ان انت جايين ياخدوا لقمتك ولا رزقك ولا هيشاركوكي في حاجة. لا احنا عايزين سلام، احنا عايزين يبقى في اخوة محبة مساندة مننا. هو ده اقل حاجة نقدر نقدمها لهم، السلام والكلمة الحلوة والتشجيع للناس يا سعدية. بيهون عليهم كتير، مش نيجي عليهم. احنا اخوات، وحتى لو بلد غريب ودين غير ديننا وشوش غير وشوشنا، احنا في الاول والاخر انسانية، بشر، اخوات. ربنا وصلنا ان احنا نحب بعضين. ولا ايه يا خالتي سعدية؟ دي مش شوية خضار اللي جبتيهم. صدقيني يا سعدية انا اتعاملت مع ناس، يعني مثلا انا ابونا جوزيف كروان السودان ده حد طيب قوي. الاستاذ ثروت، عندي الاستاذ ثروت ده قمة في الروعة وخادم رائع، هو واخوه الاستاذ مدحت، دول برضه من السودان وفي منهم استقر. يا استاذ ثروت استقر في مصر، حد طيب جدا ويخدم كلمة ربنا قوي. ومعلش يعني في منهم الاسمر وفي منهم الابيض، خلقة ربنا، لكن قلبهم ايه؟ قلبهم ابيض. في عندك المرنمة ميري ميشيل، في عندك المرنمة الرائعة والجميلة وصاحبة الصوت الرائع نظرت، وفي استاذ منير ميشيل رائع جدا. ناس كتيرة قوي انا مش قادرة افتكرها. في عندك ماما ميري، يا خبر ابيض، ده ماما ميري جت عندي جوه ولسه كانت جايه سلم عليا، وانت لما خبطتي وجيت فتحت لي الباب نسيتها. كويس، ربنا يستر ما تكونش سمعت كلامك. تعالي بقى نسلم عليها ونشوف سمعت كلامك ولا ايه اللي حصل. يا مجنونه يا سعديه، هتودينا في داهيه. اخر مره هقول لك ما تتنمريش على حد. السودان دول احسن ناس واطيب شعب. يلا نسلم على ماما ميري واعرفك بيها. واه يا ده الخصوص،
عندك ضيفة جوا وسايبانا أمه والله على الأرض ومش ما توقفيني، طيب شاوريني اعملي حاجة. يا دي العيبة تقولوا علينا ايه الولية. ازيك يا ماما ميري، اتفضلي تعالي، احنا كنا هنضحك انا وميري، اتفضلي تعالي البيت بيتك، اتفضلي. سعدية ازيك؟ ان شاء الله طيبة حبيبتي، زمن طويل ما شفتك، بس انا واخدة على خاطري منك. انا قاعدة جوا سمعتك بتتكلمي عن السودان والسودانية. احنا ضايقناكي في حاجة؟ هل قابلتي سودانية ضايقوكي في حاجة؟ يمكن الاعلام ما وصل ليكي حقيقتنا ولا حقيقة بلدنا. بالمناسبة احنا اطيب ناس واحنا اجدع ناس. السودان دي بلد الكرامة والكرم والاخلاق والطيبة والمحنة. احنا حنان جدا. احنا لما بنجي لمصر بنقول دي ام الدنيا، والسودان سلة غذاء العالم. يعني حسيت من كلامك انت ما عارفة حاجة عننا، بس انا حوريكي. احنا الحرب دي لما قامت خلتنا من الخوف على اولادنا نسيب كل شيء، اي شيء سيبناه، وجينا جارين لمصر ام الدنيا عشان تحتضننا، عشان نلاقي فيها الامان اللي فقدناه في بلدنا. ما تخيلنا يوم من الايام السودان يحصل له كده. في ناس صحيح جات بفلوسها وعملت حاجة وعملت شغل لنفسها، وناس كتير طلعنا من غير هدوم، طلعنا من غير ملابس، شلنا أولادنا وجرينا. عارفة مصر دي والسودان واحد. الملك فاروق زمان كان حاكمة. حتى موية النيل الجميلة دي احنا بنشربها وانتوا بتشربوها. احنا بنحبكم شديد. جينا مصر نحتمي فيها، لقينا العنصرية، سمعناها بوداننا في الميديا وشفناها. جايين يعملوا شنو السودانية؟ ضيقوا علينا الدنيا وضيقوا علينا المعيشة. ابدا ابدا احنا ما ضيقنا عليكم اي شيء صدقيني، لكن انتوا غليتوا اي شيء. ما حسيتوا بينا جايين موجوعين من حرب. ليه موجوعين؟ ما طبطبتوا علينا. لو كان ده حصل لكم كنا فتحنا دراعاتنا وبيوتنا وقلوبنا لكم. صدقيني حتى الإيجارات كنا شلناكم فوق راسنا. بيوتنا واسعة وشرحة وبرحة وجميلة. انت ما عندك فكرة عن السودان. ان شاء الله اكون وصلت لك معلومة بسيطة عن السودان. بلدنا الكريمة العايشة جوانا. من العنصرية اللي بنلاقيها في الشارع المصري، صدقيني كتير مننا بتمنى السودان الليلة قبل بكرة يرجع، عشان نرجع لبلدنا، لأوضنا وسرايرنا وحيشاننا الواسعة، نرجع للطيبة وللمحنة. أنا ما زعلانة منك، قلت لك إحنا أطيب ناس، وإنت معذورة يا سعدية، ما عندك فكرة. يا ريت أكون وصلت لك معلومة بسيطة عن بلدي المجروح، بلدي المجروح، بلدي المطعون. ما كنا أبدا نحلم ولا نتخيل السودان يحصل له كده. احنا موجوعين، محتاجين للطبطبة، محتاجين للحنية. أنا ما زعلانة منك، أنا بحبك كتير.